freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champions take the field now, unify us, make us feel proud. ختام الجولة الأولى من المجموعة الثامنة واللي بتضم إسبانيا وسويسرا تشيلي والهندوراس. خير الختام لما نتكلم عن الماتادور الإسباني مع الأستاذ إيهاب الخطيب، بنتكلم عن لعيبة كبار، الليجا، الدوري الإسباني، ريال مدريد، برشلونة، ريال سويداد، بلد الوليد. يعني دوري عظيم، دوري مصروف عليه مليارات، بقى مفيش ملايين دلوقتي خلاص. لكن الدوري الاسباني امتع دوري موجود دلوقتي على مستوى العالم، يعني بشهاده الخبراء وبشهاده الفيفا وبالنجوم الموجودين فيه وبالاستثمارات اللي بتضخ على الانديه اللي انت ذكرتها كلها. المنتخب الاسباني المرشح الاول للفوز بكاس العالم، خاصه بعد البطوله العظيمه اللي قدمها في يورو اللي فاتت واللي فاز بلقبها طبعا. لكن لو توقعنا كاس العالم لو سالنا الناس كلها هتتوقع مين اللي هيكسب، اسبانيا ولا سويسرا، هيقول لك انا ما اعرفش مين في سويسرا بيلعب، لكن انا اعرف كاركاسياس حارس المرمى، اعرف الاحتياطي بتاعه فيكتور فالديس، اعرف رينا حارس التالي، يعني انا اعرف 3 حراس. ما بتكلمش مثلا عن بيول الاسد بتاع برشلونه، ولا بتكلم على اكزافي، ولا بتكلم يعني مش عارف اقول لك مين ولا مين. يبقى هنبدا بالمجموعه دي باسبانيا وسويسرا. اسبانيا وسويسرا والفوز لسويسرا. الفوز لسويسرا ليه كذا مدلول. اولا لان سويسرا في كاس العالم للناشئين حصلت على كاس العالم، وفي مستوى السن تاني لكاس العالم تاهلت النهائي امام غانا. فطبعا هنا في طفره في الكره السويسريه يمكن بعض مش واخد باله منها بشكل كويس. في نفس الوقت ربما بعض الفرق اللي بتبقى مرشحه للقب البطوله بيحصل عندها نوع من الرعونه. الكلام ده كنا بنفتكره بيحصل عندنا في افريقيا بس، او في بعض فرقتنا لما فريق بينزل على انه هو البطل وهو اللي يستحق الفوز ما بيأثرش فيه. لكن بالعكس هو يبدو ان التقارير الفنيه كلها اللي قبل البطوله اللي رشحت اسبانيا، وما زلنا حتى هذه اللحظه ربما تكون ضاره نافعه او هزيمه سويسرا لاسبانيا دي اللي هتفوق الميتادور الاسباني وتفوق اللعيبه، ويمكن يكون ده اليوم الباد لك، اليوم اللي اسبانيا ما كانتش موجوده فيه. شايف اننا مش نقدرش نحكم على اسبانيا في اول مباراه رغم هزيمتها، ولكن هي دي صدمه البدايه ويمكن حصل اكيد نوع من الاهتزاز النفسي عند اللاعبين اللي هم نازلين وسويسرا فرقه ضعيفه وهم يقدروا يعدوا سويسرا. ده ما حصلش، وهي دي كره القدم، دايما ما تبقى حاطط كل التنبؤات ولكن تلاقي فيه مشكله. لذلك هناك يمكن زرنا اوروبا كذا مره، كنت دايما بحب احرص ان انا ابقى موجود في مكاتب مراهنات كره القدم، مش عشان اراهن، لا علشان اشوف ازاي الناس دي بتتحكم في القصه دي. تخش مكتب المهارات تشوف ناس بتجيب يعني لدرجه انه بيوصل يقول لك النتيجه ومين اللي هيجيب الاهداف، وبيوصل دي طبعا يعني درجات من المراهنات. ولكن ده طبعا كره ساعات تبص تلاقي يعني دايما حتى اي مكتب مراهنات يحط لك دايما حاجات بعض المفارقات، يعني يجيب لك مثلا نتيجه ما كانتش تخطر على بال حد، وتلاقي جايب واحد جايب النتيجه وحاطط اللي كمان جابوا الاجوان واخد جايزه كبيره جدا، وتلاقيه مصوره وكاتب تاريخ الواقعه وحصلت ازاي وجايب فطبعا انت هنا عمرك ما هتقول ان سويسرا، بس اكيد كانت ناس شايفه ان سويسرا هتكسب، بس مش احنا السويسريين مش كل السويسريين طبعا كانوا طبعا مش كلهم، ولكن سويسرا فعلا في الاداء الفني امام اسبانيا كانت تستحق. وهدف فرنانديز اعتقد هو ده اللي اهل سويسرا للفوز على اسبانيا، لان اسبانيا كانت متراجعه فنيا، اللي كان عندها نوع من التخمه في الاداء شويه او التعالي الفني، والتعالي الفني ده كنا فاكرينه انه موجود في افريقيا بس، لكن للاسف موجود عند اسبانيا اللي انا شايف انها ممكن تظهر بعد كده. سويسرا او الدوري السويسري احنا لينا تجربه فيه بتاعت عصام الحضري، اتفرجنا كلنا عشان نتفرج على كابتن عصام الحضري في الدوري السويسري. هو دوري هزيل، دوري ضعيف، ولكن لعيبته محترفه بره في يعني لعيبه سويسرا محترفه في معظم الدوريات الاوروبيه، ففي نتاج من فرق الخبره شويه، وزي ما قلت لك ان عندهم الكوره دلوقتي فيها تطور كبير. انما الدوري السويسري نفسه اعتقد ان هو دوري ضعيف جدا، ودوري لا يؤهل اصلا للتاهل. يعني دايما يعني طبعا كلنا بنذكر بعض الفرق زي نيو شاتل وزي يانج بويز، دول من الانديه الكبيره في سويسرا، ولكن يعني كمنتخب سويسرا معظم لعيبه منتخب سويسرا موجودين محترفين في الدوريات الاوروبيه. دي نفس النقطه اللي كان قالها لنا استاذ ايهاب الخطيب، ان انتر ميلان الايطالي النادي طبعا ايطالي الجنسيه، انتر ميلان اللي فاز ببطوله تشامبيونز ليج وبالدوري
الايطالي بكاس ايطاليا اللي هو الثلاثيه الشهيره لمدربه البرتغالي مورينيو، قال ان معظم اللاعبين او التشكيله كلها ما فيهاش غير 1 أو 2 أو 3 بالكثير ايطاليين. ففعلا المحترفين دلوقتي هم اللي اصبحوا كلمه السر بالظبط، وده اللي احنا بنفتقده عندنا بشده. المحليين بقى لهم 3 احنا عندنا المحليين هم كلمه السر، كلمه السر بياخدوا 3 سنين بطوله افريقيا. احنا نفسنا نروح كاس عالم عشان احنا بنبقى افضل كمنتخب مصر. انا عايز اقول لك منتخب مصر من الصعب في الفتره الجايه كمان انه يتاهل لكاس العالم، لان هذا الجيل الموجود في الكره المصريه من الصعب تكراره ومن الصعب تكرار انجازاته. اذا كان هذا الجيل اللي صنع من خلال حسن شحاته وشوقي غريب في منتخبات الشباب فجنى ثماره في المستقبل. اما المنتخبات الحاليه لمنتخب مصر سواء كانت ناشئين او كانت شباب منتخبات فاشله على المستويات على الصعيد الخارجي، فبالتالي في المستقبل ما عندكش فريق قوي يقدر يواجه بشكل جيد ويقدر يصعد. لكن نتمنى للكره المصريه انها طبعا تكون موجوده بعد كده في كاس العالم، كاس العالم المقبل في البرازيل اتمنى نكون موجودين فيه. ولكن طبعا يا ريت كل حاجه بتبقى بالتمني، واحنا شفنا كنا يعني قاب قوسين او ادنى من التاهل لجنوب افريقيا، ولكن فعلا نحن ما كناش نستحق او ما كناش الاقدر بالسعي من خلال التصفيات نفسها، انما كمنتخب وكتيم يا ريت كنا وصلنا وكنا ادينا بدايه كويس. هنوصل حضرتك بالمباراه الاولى بقى في المجموعه الثامنه والاخيره واللي هنختم بيها الهندوراس وتشيلي. فوز تشيلي اعتقد واقعي، والهندوراس دي اقل تصنيف موجود من الفيفا في كاس في كل الفرق بالظبط في كل الفرق، واعتقد كده يعني نقول بالبلدي دي هتكون حصاله المجموعه كله مستنيها. ادت ما هو ادت وليها حارس مرمى فالدريس انا تابعته يعني ادت بشكل بس ادت بشكل جيد. وبرده عارف برده حته ان تشيلي عارفه ان الهندوراس فرقه ضعيفه وبتاع برده فلعبتها على قدها عشان تخرج بنقاط المباراه، لان الفرقه دي عامله مخزون لان لسه عندها مشوار طويل. واعتقد ان اسبانيا وسويسرا هيطمعوا جدا في الهندوراس، واعتقد هيبقى الهندوراس ما لهاش اي امال خالص وما لهاش اي طموحات، ومن الفرق اللي ادت باداء شويه في البدايه يعني عارف طلعت البدايه برده كل فريق بيعمل اللي عنده، ولكن خلاص ما اعتقدش ان هيكون لها امل تاني. استاذ عبد الخطيب تتوقع مين اللي هيخرج من المجموعه الثامنه للدور ال 16 خاصه لسه في جولتين متبقيتين؟ بالتوقعات دي انا بصراحه مش هقدر اتوقع، فانا هسيب لك التوقعات معاك. لا هو طبعا الهندوراس انا متاكد انها هتخرج. تشيلي وسويسرا دول هيبقى بينهم جيم لان اسبانيا مش هتفرط في نقاط ثانيه في المجموعه. يعني 6 نقاط مضمونين لاسبانيا قدام تشيلي. ممكن مش 6 نقاط لكن ممكن تتعادل في ماتش، لكن يعني بص اسبانيا مش هتفرط في نقطه، مش هتفرط في نقطه دي لو كانت عايزه فعلا تكمل. اما اسبانيا لو فرطت في نقطه في المباراتين المقبلين امام تشيلي او الهندوراس يبقى اعتبر ان الفريق الاسباني مش هيتاهل للادوار النهائيه. الجوله الثانيه تتوقع ان المباراه هتكون افضل شويه على المستوى الفني؟ والله ممكن شويه لانه خلاص خدوا حمى البدايه، ولكن يعني الاداء عامه مش هيتطور كتير. اداء هيتطور في البطوله دي من اول دور ال16، ادوار التمهيديه مش هتقضي الغرض، وحتى في يوم الثلاث اللي هو هتبقى فيه كل المباريات الجوله الاخيره هتلعب في توقيت واحد. اعتقد دي اللي ممكن نشوف بقى اذا كان في فرق عايزه فعلا تتاهل وفي مفاجآت ولا لا، ولكن يكفي كميه التعادلات، يكفي ان النهارده في مفاجآت كتيره، يكفي ان الاهداف لغايه دلوقتي 43 هدف ومش عارفين اذا كانت يعني ليه الرعونه. اجوين بس هو الهداف ب3 اهداف لغايه دلوقتي. لاعب الارجنتين مش شايفين هداف مميز بشكل معين، شايفين ان الفرقه كلها يعني بتلعب 4-4-2 ولكن بيغلب عليها برضو التقفيل الدفاعي، في تقفيل دفاعي كبير جدا. مهاجمين ما عندناش مهاجم بارز قوي، ما فيش مهاجمين بارزين في البطوله حتى الان. كل الاسماء دي محروقه شفناها قبل كده في دوريات ثانيه، ولكن حتى الان لا يوجد هداف او لعيب كده طالع تقول اللعيب ده ممكن يكون ده هداف كويس او ما فيش. يمكن حازم امام في رسالته لنا في المصري اليوم قال لك يمكن مش شايفين جده لسه في البطوله، وانا اعتقد ان لسه مش هنشوف جده ولا خالته ولا عمته ولا حد، وربنا يسهل كده. والبطوله دي بالذات نفسي البطوله دي بالذات في جنوب افريقيا تخلص على خير، لان نفسي جنوب افريقيا تنجح لان نجحنا افريقيا كلها، ويمكن دي تكون الطوبه الاولانيه او اللبنه الاولى في استضافه افريقيا لكاس العالم.